موضوع اليد عليهم لم يتم فيهم شيء. ولكن لما نزلت اللجنه كانت النتيجه ان هم لقوا حوالي 9000 فدان مزروعين بالفعل، وحوالي 5000 فدان او 4000 فدان مستصلحين وجاهزين للاستزراع. طيب انا بس عايز اقول للمصريين اللي بيسمعوني دلوقتي وبيشوفوني، احنا مع الاستثمار ومع تسهيل العمل لكل من يرغب في ذلك، ده الكل اللي بيسمعني يعني. لكن احنا بنحاول دلوقتي نقنن او مش نقنن، ننظم هذا العمل كدولة، ما بقاش الموضوع بيتحرك بشكل مش علمي ومش منظم. وبالتالي وضع اليد اللي موجود ده بكل صراحة مش مقبول ومش هنقبله، مش مقبول ومش هنقبله. بمنتهى القوة، بمنتهى القوة، الأراضي المزروعة بس 8 وال4 دول فقط، والباقي الأراضي دي بالكامل المسؤولية دي مسؤولية وزارة الداخلية والقوات المسلحة. الكلام ده مش هيبقى مقبول في مصر تاني خلاص، ان حد يمد ايده كده يقول لك الأراضي دي بتاعتي. لا، مش بتاعتك، دي بتاعت مصر، مش بتاعتنا، مش من حق اديها لك. الكلام ده مش هيتم تاني، ومن فضل حضرتك الكلام ده غير مقبول، مش هنا بس، في اي حته في مصر. محدش ياخد حاجه مش بتاعته، محدش ياخد حاجه مش بتاعته. هي مش طابونه، هي مش طابونه اللي عايز حاجه. لا لا لا، الكلام دوت، الكلام ده اخر الشهر اخد تمام باستعاده الاراضي كلها بالكامل، واللي يتكلم على المحكمه على طول. ايه الكلام ده؟ 100,000 فدان، المزروع 8000 فدان، ويقول لك انا قنني اوضاع ايه؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده دلوقتي مش هيبقى مقبول معايا ابدا. شكرا. ده بالنسبه للمغرة، اسف، لمنطقه غرب المنيا، فيها حوالي 50,000 فدان، ودول مزروعين بالفعل وعندهم تصنيع زراعي، ومعظمهم زارعين بنجر وبيصدروا، ودول هيتم حصرهم فورا ونشوف ما هو مزروع بالفعل، واي سنتي مش مزروع هيتم سحبه فورا من هذا، وهيدفعوا فلوس الارض فورا. الموضوع يخلص خلال اخر الشهر ده. تمام. اللي عايز يقنن وعايز يدفع حق الدولة اهلا وسهلا. اخر الشهر ده كون كله خلصان. حضرتك الشركة بدأت 2016 وانا بسمع كل المصريين، ولغاية نص 17 هنسلم الناس، يعني بقالنا سنة ونص في اجراءات ادارية وتنظيمية لصالح المليون ونص فدان بالطريقة اللي احنا بنتكلم فيها دي. يعني ان شاء الله عقبال ما نخلص الطرح الاول والثاني والثالث لل 500,000 فدان ناخد لنا سنتين كمان. لا يا فندم، لا، مش هينفع كده خالص بصراحة. احنا اتكلمنا في الكلام ده، وبفكر السيد وزير الاسكان لما قلت له لو سمحت طلع لي الاراضي دي بالكامل واعمل لها رفع مساحي باحداثيات، ونبقى مجهزين ورق نقول للناس خد ادي عقد اخضر اهو بالموضوع، انتوا بتعقدوا على نفسكم وعلى المواطنين، وقت الموضوع بيطول ونعمل دراسة الجدوى لا 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 لا، احنا كده مش هنخلص المليون ونص فدان من فضلك. حاضر. اذا كانت الاجراءات التقليديه اللي انتم ماشيين فيها دي بالطريقه ديت، يبقى احنا ان شاء الله المليون ونص فدان دول مش هيخلصوا لا السنه دي ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها. وبالتالي برضه عشان ابقى منصف بقى، يقول لك ما انا اروح انا احط ايدي على الارض وهم هيجوا يظبطوا لي الموقف لما يلاقوني حاطط ايدي على الارض. لا، انا لازم اسبق، لازم اسبق الناس. احنا هنا في المراج ده كنت بتكلم من 2.5 أو 3 على 43,000 فدان اللي موجودين في المراج ده، مش كده كامل؟ وكان في محطات رفع موجوده عطلانه ساعتها، مش كده ولا ايه؟ 3 محطات رفع يا فندم. وعايزين نعمل يعني نفتح، يعني نستخدم الابار الماء اللي موجوده، يا اما نستخدم الري السطحي بترعه 6-7 كيلو، مش كده؟
4 كيلو يا فندم. ايه ده؟ طب ما انتحها للناس بتمنها. تمام يا فندم. بايه يا فندم؟ بتمنها. بتمنها. المال ده مش بتاعي وبتاعك ولا بتاع الحكومه، ده بتاع مين؟ مصر. بتاع مصر. فما احنا بنستاهلش في حاجه مش بتاعتنا، نستاهل في اللي يخصنا احنا. تمام. ففيما يخص الاراضي والشركات حتى الاخرى، اللي عايز يقنن اوضاعه، احنا ميعادنا امتى يا فندم؟ لغايه اخر الشهر. اخر الشهر ده. اهلا وسهلا، يدفع حق الدوله، نقنن له الوضع بتاعه. واللي منزرع بالفعل، والمنزرع ايه؟ بالفعل. بالفعل عنده استعداد لاكتر من كده، ما عملش ليه؟ لا. خليكم حاسمين من فضلكم وجادين مع الناس. تمام. انا بصراحه زعلان قوي، زعلان في الموضوع ده، ان حد ياخد اراضي مصر كده وكل واحد اكنها الناس مش لاقيه تاكل، وناس تمد ايديها بال10,000 فدان وال20,000 فدان ياخدهم يقول لك دول بتوعي. والله العظيم ولا فدان واحد. مظبوط ايه؟ يا فندم اللي زارع هو فقط اللي ياخد ارضه ويدفع ثمنها فورا. اي ارض مش مزروعه بيتم سحبها. من فضلكم، الموضوع ده تكليف للجيش ولوزاره الداخليه. اللي زارع ارضه نقنن وضعه ويدفع دلوقتي. تمام. اللي مش زارع الارض ترجع فورا وتنضم للشركه عشان تتوزع على الناس. تمام. شكرا.